تتسرب الدماء عبر بلاط المستشفى النقي، بينما يحتضن جراح القلب الأكثر احتراما في دبي جسد عشيقته الأمريكية الهامد. والعقار التجريبي للقلب لا يزال يجري في عروقها، والطفل الذي لم يولد بعد الذي كانت تحمله يموت معها. تقف زوجته في المدخل، تخطو بكعبيها المصممين بدقة عبر برك القرمزي، هامسة: إذا لم أستطع امتلاك قلبك فهي أيضا لن تستطيع. تلتقط كاميرات المراقبة الظلال فقط، بينما تتردد صرخة الممرضة البالغة من العمر 23 عاما، الأخيرة عبر مختبر الطابق السفلي، حيث بدأ شغفهما المحرم وحيث ينتهي في لوحة مروعة من الخيانة. الطبيب الذي أنقذ حيوات لا تحصى يشاهد الآن بلا حول وهو يرى القلبين اللذين كانا الأكثر أهمية يتوقفان عن النبض إلى الأبد، ويداه الملطختان بالدماء عاجزتان عن إصلاح ما دمرته رغباته. تشرق الشمس فوق دبي، ملقية انعكاسات ذهبية عبر الواجهة الزجاجية اللامعة لمستشفى الشفاء الدولي. يقف المبنى كنصب تذكاري للطب الحديث، 40 طابقا من التكنولوجيا المتطورة والرعاية الصحية العالمية التي تخدم نخبة الإمارات العربية المتحدة وما بعدها داخل جناح القلب النقي. يتحرك الدكتور عدنان الفارسي بدقة متمرسة في سن 52، يحمل نفسه بثقة رجل أمضى عقودا في إتقان حرفته. لحيته الملحية مشذبة بدقة، ونظارته المصممة تكمل معطفه الأبيض المكوي بشكل مثالي. يتفرق طاقم المستشفى أثناء مروره عبر الممرات، واحترامهم واضح في إيماءات سريعة وابتسامات محترمة. صباح الخير دكتور الفارسي، تحييه رئيسة الممرضات، مسلمة إياه ملفات المرضى. يود المجلس تهنئتك على نجاح حفل جمع التبرعات بالأمس، 10 ملايين درهم أخرى لجناح قلب الأطفال. يقر الدكتور الفارسي ذلك بابتسامة متواضعة. سمعته تمتد إلى ما هو أبعد من مهاراته الجراحية. تعرضه مؤسسة دبي الصحية كجوهرة التاج، موهبة محلية. درست في هارفارد وعادت لرفع الرعاية الصحية الإماراتية إلى معايير عالمية. الشيخ نفسه اتصل للتعبير عن امتنانه. تضيف الممرضة مكتبه شهادة على إنجازاته. تصطف الجوائز على الجدران إلى جانب صور له مع شخصيات مرموقة وملكية. مقال صحفي مؤطر يسلط الضوء على عمله الرائد في إجراءات القلب الجراحية قليلة التوغل، ومع ذلك عندما يجلس على مكتبه تتلاشى ابتسامته. في صمت مساحته الخاصة يستقر ثقل الكمال بثقل على كتفيه. على مكتبه توجد صورة مؤطرة بالفضة لزوجته ليلى في سن 45، لا تزال ملفتة للنظر، ملامحها صقلها أفضل جراحي التجميل في البلاد. زواجهما الذي دخل الآن عامه 20 يعتبر مثاليا في دوائرهما الاجتماعية. ابنة إحدى أقدم العائلات التجارية في دبي، ليلى لديها الاتصالات والنعمة الاجتماعية التي تكمل بشكل مثالي هيبته الطبية. يحدق الدكتور الفارسي في الصورة متسائلا متى بدأت المسافة العاطفية بينهما تشعر وكأنها هو. أصبحت محادثاتهم تبادلية، تركز على المناسبات الاجتماعية واستثمارات العقارات والحفاظ على المظاهر، فيلتهم المترامية الأطراف في نخلة جميرا تشعر وكأنها متحف أكثر من منزل، مزينة بدقة وخالية تماما من الحياة. تقطع أفكاره طرق على الباب. يدخل مدير المستشفى الدكتور مالك مع امرأة شابة. دكتور الفارسي، أود أن أقدم لك المنقولة الجديدة من جونز هوبكنز. هذه إيما تايلر، تنضم إلى فريق تمريض القلب لدينا. المرأة التي تتقدم تبلغ من العمر 23 عاما، بعيون مشرقة تتجعد عندما تبتسم، شعرها الأشقر مسحوب للخلف في ذيل حصان عملي، لكن بعض الخصلات هربت، مما يمنحها مظهرا محببا غير مرتب يبرز في بيئة المستشفى المعقمة. إنه لشرف أن ألتقي بك دكتور. غيرت ورقتك البحثية حول استبدالات صمامات الأطفال نهجي بأكمله تجاه رعاية القلب، تقول، وتمد يدها بصراحة أمريكية تأخذه على حين غرة. يأخذ يدها ملاحظا دفئها مقابل يده. مرحبا بك في الشفاء. آمل أن تكون دبي مرحبة حتى الآن. لقد كان الأمر مثيرا للاهتمام، تجيب إيما بحماس يبدو غير لائق في هذه القاعات المصقولة. كل شيء جديد وطموح هنا. إنه مثل العمل في المستقبل.
يراقب الدكتور مالك تفاعلهما مع تجاعد طفيف في حاجبه. استساعد إيما في قسمك ابتداء من اليوم. أثق بأنك ستساعدها في التكيف مع بروتوكولاتنا. في وقت لاحق من ذلك اليوم، يلاحظ الدكتور الفارسي إيما مع مريض، رجل إماراتي مسن يتعافى من جراحة المجازة، بينما يكافح الموظفون الأجانب الآخرون غالبا مع الفروق الثقافية الدقيقة. تنتقل هي عبر المحادثة بحساسية مدهشة. تعدل نهجها الأمريكي المباشر عادة لإظهار الاحترام المناسب مع بناء العلاقة. لديك طريقة طبيعية مع المرضى. يعلق وهما يغادران الغرفة. الناس هم الناس، بغض النظر عن المكان الذي تذهب إليه. تجيب. الجميع يريد أن يرى كإنسان وليس فقط كحالة طبية. شيء في كلماتها يتردد صداه معه. متى كانت آخر مرة رآه فيها شخص حقا، بعيدا عن مؤهلاته وسمعته؟ في المنزل في تلك الأمسية، يستعد منزل آل الفارسي لحفل خيري. تتحرك ليلى عبر غرفة المعيشة ذات الأرضية الرخامية، موجهة الموظفين وهم يرتبون الزهور التي تبلغ قيمتها آلاف الدراهم. ستجلس زوجة الوزير على طاولتنا، تخبره دون أن ترفع نظرها عن لوحتها. ارتدي البدلة الزرقاء من بريوني مع الرباط الفضي، إنها تبدو أفضل في صفحات المجتمع. لدي جراحة في الصباح، يرد، والتعب واضح في صوته. تلتقي عيناها أخيرا بعينيه، ليس بقلق بل بانزعاج خفيف. هذا العشاء يجمع المال لمستشفاك عدنان. بالتأكيد يمكنك إدارة كليهما. يعود انتباهها إلى مخطط الجلوس في يديها. ابنة الجراح العام مطلقة حديثا، حتكون على الطاولة الثالثة. يفهم التلميح. ابنهما الذي يدرس الطب في لندن يجب أن يكون متوافقا مناسبا. تحالف استراتيجي آخر، ترتيب مثالي آخر. في تلك الليلة، بينما يلتقط المصورون نخبة دبي وهم يصلون إلى فندق فور سيزونز، يؤدي الدكتور الفارسي دوره بشكل مثالي. يناقش مبادرات الرعاية الصحية مع المسؤولين الحكوميين، ويقبل الثناء على مؤسسته الخيرية، ويقف بفخر إلى جانب ليلى التي يلتقط عقدها الماسي الضوء مع كل حركة رشيقة. ومع ذلك تنجرف أفكاره باستمرار إلى مختبر الطابق السفلي للمستشفى، ملاذه الخاص، حيث يجري أبحاثه بعيدا عن الإشراف الإداري والالتزامات الاجتماعية. المكان الوحيد الذي يمكنه فيه التخلص من ثقل التوقعات، وأن يكون ببساطة طبيبا مفتونا بأسرار القلب البشري. يجلب صباح اليوم التالي الفوضى لوحدة القلب. ينهار رجل أعمال بارز خلال اجتماع، ويتم نقله على عجل إلى الشفاء مع تسلخ شديد في الأبهر. يتم استدعاء الدكتور الفارسي على الفور. نحتاج إلى التحرك الآن إذا أردنا إنقاذه. يعلن مقيما الصور. من المتاح للمساعدة. مقيما الصور. من المتاح للمساعدة. الفريق المعتاد في غرفة العمليات الثانية مع حالة طارئة أخرى. توضح ممرضة المسؤولة: أنا هنا دكتور. تظهر إيما في المدخل، وهي بالفعل تغير ملابسها إلى ملابس جراحية. تخصصت في حالات الأبهر في هوبكنز. للساعات 7 التالية يعملان معا في تناغم مثالي. تقدم الحالة مضاعفات متعددة، تتطلب قرارات في جزء من الثانية ودقة تقنية. تتوقع إيما احتياجات قبل أن يعبر عنها. مقدمة اقتراحات في لحظات حرجة تثبت أنها لا تقدر بثمن. عندما يغلقان أخيرا، يختلط الإرهاق بالنشوة الفريدة التي تأتي من انتزاع حياة من حافة الهاوية. المريض مستقر وتم تحقيق المستحيل. في غرفة التعقيم، بينما يغسلان الأدلة المادية لمعركتهما، تخترق لحظة من الأصالة الخام أقنعتهما المهنية. كان ذلك. تبدأ إيما تبحث عن الكلمات. أعلم، يرد، مفهوما تماما. تلتقي أعينهما في المرآة، وشيء كهربائي يمر بينهما. الحميمية المشتركة التي تأتي من مشاهدة تميز بعضهما البعض تحت الضغط، من الثقة بشخص آخر بقرارات الحياة والموت. في فيلا نخلة جميرة في تلك الأمسية، تلاحظ ليلى طريقته المشتتة أثناء العشاء. تبدو في مكان آخر الليلة. تلاحظ واضع شوكتها بدقة. جراحة صعبة، يرد ببساطة. تدرسه بعين متمرسة لشخص يدير التصورات للعيش. يجب أن تقلل ساعاتك. ذكر الدكتور مالك أنك تتولى الكثير من الحالات شخصيا. هذا ما يفعله الأطباء ليلى. نعالج المرضى. الأطباء المشاهير يعملون كواجهات.
تصححه. لقد كسبت الحق في تفويض المزيد. تحتاج المؤسسة وجودك في الفعاليات وليس مختبئا في غرفة العمليات. بينما تواصل تحديد جدولهم الاجتماعي للشهر، يدرك الدكتور الفارسي أنه في 20 عاما من الزواج لم تسأله زوجته أبدا كيف يشعر بحمل قلب إنسان بين يديه لإجراء القطوع التي تحدد ما إذا كان شخص ما سيعيش أو يموت. لم ترد أبدا معرفة الرجل تحت اللقب المرموق الذي تزوجته لاحقا وحيدا في مكتبه، يجد نفسه يفكر في الطريقة التي أضاءت بها عينا إيما عندما نجحا في إصلاح الأبهر التالف، كيف أنه للحظة وجيزة شارك شخص ما الفرح الخالص لعمله بدلا من قيمته الاجتماعية فقط. يهتز هاتفه برسالة من المستشفى: فحوصات ما بعد الجراحة تبدو جيدة. المريض مستقر ومستجيب، يحدق في الشاشة شاعرا بالتصدع الأول الرفيع في واجهة حياته المثالية. بعد أسبوعين من الجراحة الطارئة، يجد الدكتور الفارسي نفسه متلكئا في المستشفى بعد وقت طويل من إجراءاته المجدولة. تهمهم وحدة القلب بإيقاع ثابت من الشاشات والمحادثات الهادئة مع بداية نوبة الليل. ما زلت هنا دكتور؟ تساءل إيما وهي تنظر من سجلات المرضى في محطة الممرضات. أراجع بعض بيانات البحث. يجيب مدركا أن هذا ليس صحيحا تماما. مختبر الطابق السفلي فيه المعدات التي أحتاجها. المختبر الغامض في الطابق السفلي. تبتسم. سمعت قصصا عنه. بعض الممرضات يعتقدن أنك تصنع القلب الصناعي التالي هناك. ليس شيئا مثيرا للغاية. يضحك. مجرد مساحة هادئة بعيدا عن الإشراف الإداري. هل ترغبين في رؤيته؟ مختبر الطابق السفلي هو تناقض صارخ مع الطوابق العليا اللامعة من الشفاء. في حين أنه لا يزال نظيفا بشكل مثالي، فإنه يمتلك شعورا أكثر معيشة، لمسات شخصية ستكون غير لائقة في المساحات العامة للمستشفى. تصطف المقالات العلمية على الجدران، وتوجد نماذج قلبية معقدة على طاولات العمل، ويوحي كرسي جلدي مستعمل بالعديد من الليالي المتأخرة التي قضيت في العمل المنفرد. هذا مذهل، تقول إيما وهي تفحص نموذجا ثلاثي الأبعاد مطبوعا لعيب خلقي في القلب. إنه مثل رؤية داخل عقلك. آتي إلى هنا عندما أحتاج للتفكير. يشرح وهو يراقبها تستكشف المساحة بفضول حقيقي. إدارة المستشفى تفضل أن أحضر حفلات جمع التبرعات وأجري المقابلات، لكن هذا هو المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي. أفهم ذلك الانفصال. تومئ. في هوبكنز كانوا يعرضونني كقصة نجاح للتنوع. أول خريجة جامعية من الجيل الأول من ريف كنتاكي تحقق النجاح. كل ما أردته هو أن أكون في الجراحة. هل هذا هو سبب مجيئك إلى دبي؟ للهروب من كونك رمزا؟ تتبع أصابع إيما محيط نموذج القلب. جزئيا، وأردت أن أرى العالم قبل الاستقرار، أن أختبر شيئا مختلفا تماما. تنظر إليه. ماذا عنك؟ هل كنت ترغب دائما في العودة إلى دبي بعد هارفارد؟ كان متوقعا. يقول ببساطة: عائلتي، مجتمعي. ماكس في خيار حقا. في دائما خيار. تعارضه بذلك الإيمان الأمريكي المميز بتقرير المصير. يجد نفسه يشارك أفكارا لم يعبر عنها أبدا بصوت عال. ليس في عالمي. هناك التزامات تأتي مع الامتياز. كان المسار واضحا. التفوق في الخارج، العودة إلى الوطن، الزواج بشكل جيد، تأسيس نفسي كقائد في الرعاية الصحية الإماراتية. وهل هذا ما أردته؟ يعلق السؤال في الهواء، خطير في بساطته. لم يسأله أحد ذلك منذ عقود. أردت أن أنقذ حياة الناس، يجيب أخيرا، والباقي مجرد تراكم حول تلك الرغبة. يتحول حديثهما إلى ورقة بحثية كلاهما على دراية بها. يختلفان على المنهجية، لكنهما يجدان أرضية مشتركة في الاستنتاجات. تمر ساعات دون أن يلاحظا. لأول مرة منذ سنوات يختبر الدكتور الفارسي متعة المشاركة الفكرية بدون أجندة أو تظاهر. مع مرور الأسابيع يؤسسان روتينا. يصبح التعاون البحثي الرسمي مبررا لليالي المتأخرة في مختبر الطابق السفلي. يحللان دراسات الحالة، يناقشان تقنيات جراحية جديدة، وتدريجيا يتشاركان القصص الشخصية. يتعلم الدكتور الفارسي عن طفولة إيما في ريف كنتاكي، حيث نشأت مع أم عزباء عملت في نوبات مزدوجة كعاملة نظافة في المستشفى.
تسمع إيما عن صراعاته كطالب إماراتي في هارفارد، عالقا بين الثقافات، لا ينتمي أبدا تماما إلى أي من العالمين. زوجتي لن تفهم أبدا لماذا أحتاج إلى هذه المساحة. يعترف ذات ليلة بعد شرح نهج جديد لإصلاح الصمام. بالنسبة لها الطب هو مهنتي وليس شغفي. هي لا تعرفك. تقول إيما بصراحة تصدمه وتثيره في آن واحد. ربما لا أحد يعرفني. يرد بهدوء. يتغير الهواء بينهما مشحونا باعتراف غير منطوق لنبضة قلب لا أحد يتحرك. ثم تتقدم إيما مغلق المسافة. قبلتهما الأولى تذوق كقهوة المستشفى وإمكانيات محرمة. بعد ذلك واقفين في المختبر الصامت يستقر وزن ما فعلوه عليهما. هذا مستحيل. يهمس رغم أنه لا يتحرك لخلق مسافة بينهما. أعلم. توافق. ويدها لا تزال مستندة على صدره. تشعر بنبضات قلبه. الاستحالة لا تمنعهما من الوقوع في نمط. وقار مهني خلال ساعات النهار. الدكتور الفارسي والممرضة تايلر زملاء مع حدود مناسبة. ثم جلسات البحث الليلية التي تتعلق بشكل متزايد بالقليل من طب القلب. يبني الدكتور الفارسي تفسيرات معقدة لساعاته المتأخرة. ليلى المعتادة على غيابه والمنشغلة بالتزاماتها الاجتماعية الخاصة تطرح أسئلة قليلة. في مناسبات نادرة عندما تذكر جدوله يستشهد بحالات معقدة ومواعيد نهائية للبحث. سألت زوجة الوزير عنك في الغداء أمس. تلاحظ ليلى صباحا وهي تراجع وسائل التواصل الاجتماعي على جهازها اللوحي. أخبرتها أنك تطور إجراء جديدا يبقيك في المستشفى. بدت منبهرة. يشعر بومضة من الذنب تتلاشى بسرعة. شكرا لتفهمك. بالطبع. ترد دون أن تنظر إليه. عملك يعكس صورة جيدة عنه. فقد تأكد من أنك متاح لحفل المؤسسة الشهر المقبل. ولي العهد سيحضر. في المستشفى يبدأ الدكتور مالك بملاحظة الأنماط. ملاحظات المدير الدقيقة تلتقط تفاصيل يفوتها. الآخرون. كيف يصل الدكتور الفارسي وإيما بشكل منفصل، ولكن غالبا ما يغادران مناوباتهما في نفس الوقت. كيف تحمل تفاعلاتهما المهنية تيار خفي من الألفة. كيف يتواصلان بالنظرات بدلا من الكلمات. لقد كنت تعمل بشكل وثيق مع الأمريكية المنقولة إلينا. يعلق الدكتور مالك بشكل عابر ذات يوم منضما إلى الدكتور الفارسي في المصعد. الممرضة تايلر تظهر وعدا استثنائيا. يرد بحيادية. بالفعل. على الرغم من أنني أتساءل ما إذا كان هذا التوجيه المكثف هو أفضل استخدام لوقتك الثمين. يظل صوت الدكتور مالك لطيفا لكن معناه واضح. الاختلافات الثقافية يمكن أن تؤدي أحيانا إلى سوء فهم. أقدر اهتمامك. يرد الدكتور الفارسي بتصلب. لكنني أؤكد لك كل شيء مهني. إيماءة الدكتور مالك الخفيفة تنقل الشك بدلا من الموافقة. بالطبع. أقترح فقط الحذر. دبي ليست أمريكا والشفاء لديها معايير معينة للحفاظ عليها. التحذير يضيف فقط إثارة خطيرة للقاءاتهما. يصبح مختبر الطابق السفلي عالمهما الخاص. مساحة بين الثقافات حيث يوجدان بدون حكم أو توقع. أخبرني عن منزلك. تسأل إيما ذات ليلة وهما مستلقيان معا على الأريكة الجلدية التي أحضرها لاستراحات البحث. أيهما؟ الفيلا في نخلة جميرة أم المجمع الصحراوي حيث تجتمع عائلتي؟ لا هذا ولا ذاك. تقول وهي ترسم أنماطا على صدره. ذلك الذي ستختاره إذا استطعت أن تعيش في أي مكان وتكون أي شخص. يصف شقة بسيطة في بوسطن تطل على نهر تشارلز على مسافة قريبة سيرا من مستشفى تعليمي حيث سيركز على البحث وتدريب الجراحين الشباب بدلا من الواجبات الإدارية والمظاهر الاجتماعية. يمكنك أن تحصل على تلك الحياة. تقترح. بأي ثمن؟ يسأل. رغم أن السؤال لم يعد بلاغيا تماما. مع تحول الأسابيع إلى أشهر يصبح الدكتور الفارسي متهورا بشكل متزايد. يتصل بليلى لإلغاء خطط العشاء مع شركاء أعمال مهمين. يعيد جدول اجتماعات المجلس لخلق وقت مع إيما. ملاحظاته الجراحية المتقنة عادة تظهر ثغرات عرضية في التفاصيل. إيما أيضا تبدأ في المخاطرة. ترفض الدعوات الاجتماعية من الموظفين المغتربين الآخرين مما يثير الفضول. تحتفظ بتغيير ملابس في المختبر وأحيانا ترتدي نفس الزي ليومين متتاليين.
تتحدث عن الدكتور الفارسي بألفة تثير الاستغراب بين طاقم التمريض. إهمالهما المتزايد لا يمر دون ملاحظة. حارس أمن ليلي عباس يلاحظ ذهابهما وإيابهما بتكرار متزايد، على الرغم من أنه لا يقول شيئا، إلا أن وجوده يصبح تذكيرا بالعالم خارج ملاذهما السري. في إحدى الأمسيات تتصل ليلى بشكل غير متوقع. إنها في موقف سيارات المستشفى. فكرت أن أفاجئك بالعشاء. توضح. لقد كنت تعمل بجد مؤخرا. يغمره الذعر. إيما تنتظر في المختبر، حيث خططا لقضاء الأمسية في مراجعة مقالة جديدة في المجلة. على الأقل كان هذا هو السبب الرسمي. هذا لطف منك. يتدبر أمره، مشيرا بشكل محموم إلى زميل ليذهب ويحذر إيما. أنا فقط أنهي مع مريض. قابليني في الردهة الرئيسية بعد 20 دقيقة. يرافق ليلى عبر المساحات العامة للمستشفى، موجها إياها بعناية بعيدا عن جناح القلب، وبالتأكيد بعيدا عن الطابق السفلي. تعلق على المعدات الجديدة، تحيي أعضاء المجلس بالاسم، وتظهر تذكرا مثاليا لمبادرات المستشفى الجارية. وجودها هو تذكير صارخ بالحياة التي يهملها بشكل متزايد. خلال عشاء محرج في مكتبه، لم يستطع المخاطرة بأخذها إلى مقهى المستشفى، حيث قد تظهر إيما تدرسه ليلى بشكل متزايد. تبدو مشتتا، تلاحظ، أكثر من المعتاد. تقنية استبدال الصمام الجديدة هذه لديها مضاعفات لم نتوقعها. يكذب، كارها مدى سهولة خروج الخداع منه الآن. أرى ذلك. تضع شوكتها بعناية بجانب سلطتها التي بالكاد لمستها. تلقيت مكالمة من سميرة المهدي اليوم. ذكرت أنها رأتك تدخل المستشفى مع امرأة شقراء شابة الأسبوع الماضي، تتناولان القهوة في البهو. يتعثر قلبه. ممرضة من وحدة القلب. كنا نناقش خطة رعاية المريض. في 7 صباحا قبل مناوبتك. يبقى صوت ليلى مستويا، لكن عينيها أصبحتا باردتين. الناس تلاحظ هذه الأشياء عدنان. الناس تتحدث. لا شيء للحديث عنه. يصر. من أجلك، من أجلنا، آمل أن يكون هذا صحيحا. تقف وتمهد فستانها المصمم. لن أطرح أسئلة لا أريد إجابات لها، لكن تذكر من أنت وما بنيناه معا. بعد مغادرتها، يجلس الدكتور الفارسي وحيدا في مكتبه، وبقايا عشائه ما تبرد. يهتز هاتفه برسالة نصية من إيما. هل كل شيء على ما يرام؟ يحدق في الرسالة، شاعرا بثقل حياته المزدوجة ينهار عليه. السؤال البسيط يستحق إجابة معقدة ليس مستعدا لإعطائها. تلك الليلة يخبر إيما عن زيارة ليلى المفاجئة، رغم أنه يحذف تفاصيل محادثتهما. إنها تشك في شيء ما، تقول إيما، وثقتها المعتادة تتعثر. ماذا يحدث إذا أكدت ذلك؟ لن يصل الأمر إلى ذلك. يطمئنها بيقين أكثر مما يشعر به. سأكون أكثر حذرا. سنكون أكثر حذرا. تصححه آخذة يده. مهما حدث نحن في هذا معا. الوعد يريحه، حتى مع إدراك جزء منه لاستحالته. علماهما مفصولان بالعمر والثقافة والتوقعات. هو لا يمكن لحظات الاتصال في مختبر الطابق السفلي أن تجسرها حقا. ومع ذلك عندما تقبله إيما، تذوب تلك الأفكار العقلانية في حضورها. يشعر بحيوية أكثر مما شعر بها منذ عقود. تبدو المخاطر تستحق العناء من أجل هذه الساعات المسروقة من الأصالة. الأسبوع التالي يجلب حالة تختبر تركيزه المهني. إجراء أداه مئات المرات يصبح معقدا عندما يتجول عقله إلى إيما، إلى ليلى، إلى التوازن المتقلب الذي يحاول الحفاظ عليه. يرتكب خطأ صغيرا في الحكم، قابل للتصحيح، ولكن يلاحظه الطاقم الحاضر. دكتور الفارسي. يستفسر طبيب التخدير: هل نزيد معدل تدفق المجازة؟ يرمش، مدركا أنه كان يحدق في الشاشة دون أن يراها. نعم بالطبع. وجهز للتثبيت الجزئي. لاحقا يسأل مقيم جراحي بهدوء إذا كان يشعر بالتعب: أبدوت في مكان آخر خلال إجراء كروفورد؟ فقط أفكر في نهج بديل. يرد بطريقة رافضة، لكن الحادث يهزه. تركيز الجراح يجب أن يكون مطلقا، حياة الناس تعتمد عليه. في تلك الأمسية يخبر إيما أنهما بحاجة إلى مزيد من الحذر. يجب أن نقلل من اجتماعاتنا، ربما 2 مرات فقط في الأسبوع. هل هذا بسبب زيارة زوجتك؟
أم الجراحة اليوم؟ تساءل. إدراكها غير مريح في دقته. كلاهما، لا أحد منهما. يمرر يده عبر شعره. إيماءة نادرة من التشعث. هذا الوضع يؤثر على مجالات في حياتي لا ينبغي أن يؤثر عليها. تقصد أنني أؤثر على مجالات في حياتك لا ينبغي أن أؤثر عليها. توضح إيما، والأذى واضح في صوتها. هذا ليس ما قصدته، إنه ما قلته. تجمع ملاحظات بحثها، حركاتها مشدودة بالتوتر. ربما أنت على حق، ربما نحتاج إلى بعض المسافة لنفهم ما هذا حقا. بينما تستدير للمغادرة يرن هاتفه برسالة. إنها ليلى. المحقق أرسل التقرير الأول. نحتاج أن نتحدث عندما تعود إلى المنزل. الخوف يلتف في معدته وهو يقرأ الكلمات. ينظر لأعلى ليجد إيما تراقبه، وتعبيرها يتحول من الجرح إلى القلق. ما الخطأ؟ تساءل. كل شيء. يجيب بصدق. كل شيء خاطئ. تقف فيلا الفارسي صامتة ومهيبة بينما تدخل سيارة مرسيدس الدكتور الفارسي إلى الممر الدائري. تضيء أنوار الأمن الحدائق المنظمة، ملقية ظلالا طويلة عبر المدخل الرخامي. إنها تقريبا منتصف الليل، وقد أخر عودته إلى المنزل قدر الإمكان، مدعيا استشارة طارئة غير موجودة. في الداخل تنتظر ليلى في مكتبه، وضعيتها متيبسة في الكرسي الجلدي الذي كان لوالده ذات مرة. على المكتب بينهما يرقد مظروف مانيلا. لا تتحدث عندما يدخل، تشير فقط إلى الكرسي المقابل لها. ما هذا؟ يسأل، رغم أنه يعرف بالفعل. أدلة، ترد. صوتها متحكم وهادئ بشكل مخيف. افتحه. يحتوي المظروف على صور، العشرات منها. الدكتور الفارسي يدخل المستشفى مع إيما. الاثنان في مرآب السيارات، واقفان أقرب مما يكون الزملاء. صورة مدينة بشكل خاص تظهرهما من خلال نافذة مختبر الطابق السفلي. يده تداعب وجهها في إيماءة حميمة لا لبس فيها. شاملة. أليس كذلك؟ تقول ليلى بينما يحدق في الصور. المحقق كان دقيقا جدا. هناك فيديو أيضا، لكنني لم أستطع تحمل مشاهدته. يمتد الصمت بينهما. 20 عاما من الزواج مقطرة في هذه اللحظة من الوضوح المؤلم. منذ متى؟ تساءل أخيرا. 3 أشهر. يعترف. لا يرى نقطة في مزيد من الخداع. تغلق ليلى عينيها لفترة وجيزة، تستوعب الضربة. عندما تفتحهما تلمعان بدموع غير منسكبة، ترفض أن تسقط. 3 أشهر من خيانة كل ما بنيناه، مع ممرضة أمريكية بنصف عمرك. صوتها يحمل عدم التصديق بدلا من الغضب. هل لديك أي فكرة عما خاطرت به؟ ليس فقط زواجنا، سمعتك، منصبك في المستشفى، مكانتك في المجتمع. ليلى، لا. تقطع كلامه بحدة. ليس لك الحق في شرح أو تبرير هذا. لا يوجد تفسير يهم. تقف، تسوي ربها الحريري بتماسك متمرس. لقد جدولت اجتماعا مع محامي العائلة غدا. أتحضر؟ حتى ذلك الحين أتوقع منك أن تنام في جناح الضيوف. ما الذي تخططين له؟ يسأل، والخوف يتجمع في معدته. ما ستخطط له أي امرأة في موقعي؟ أنا أحمي ما هو ملكي. نظرتها قاسية كالصوان الآن. سيتم فصل الممرضة وترحيلها. لقد تحدثت بالفعل مع الدكتور مالك. لا يمكنك فعل ذلك. يحتج ناهضا على قدميه. لقد فعلت بالفعل. الدكتور مالك يقدر سمعة المستشفى، والدعم المالي المستمر من عائلتي أكثر مما يقدر موظفة أجنبية واحدة يمكن استبدالها. إدراك قوتها في هذا الموقف يضربه مثل ضربة جسدية. في عالمهما اتصالات عائلة ليلى تصل أبعد من هيبته الطبية. وماذا عنا؟ يسأل بهدوء. هذا يعتمد عليك. تمشي إلى الباب ثم تستدير. أنهي الأمر تماما. اليوم أثبت لي أنها كانت ضعفا لحظيا وليس رفضا لكل ما نحن عليه، وإلا سأضمن أنك تخسر كل شيء. منصب المستشفى، ترخيصك الطبي في الإمارات، الوصول إلى ابننا. سأتأكد من إغلاق كل باب في هذا البلد أمامك. بعد مغادرتها يجلس وحيدا في المكتب المظلم. تبدو الصور وكأنها تسخر منه من على المكتب. يلتقط هاتفه ويكتب رسالة إلى إيما. نحتاج إلى التحدث غدا. إنه أمر عاجل يجلب صباح اليوم التالي الفوضى لوحدة القلب.
لم يتم جدولة إيما للعمل، لكن الدكتور الفارسي يجد نفسه غير قادر على التركيز على مرضاه. يبدو كل إجراء آليا وعقله في مكان آخر. مرتين يضطر الممرضات لتكرار الأسئلة. خلال الجولات ينادي مريضا باسم خاطئ يستدعيه الدكتور مالك إلى مكتبه خلال استراحة بعد الظهر. تلقيت مكالمة مقلقة من السيد الفارسي أمس. يبدأ المدير دون مقدمات. حياتي الشخصية ليست من شؤون المستشفى. يرد الدكتور الفارسي بتصلب. عندما تتضمن الموظفين وتؤثر على رعاية المرضى تصبح من شؤون المستشفى. نبرة الدكتور مالك قاسية بشكل غير معتاد. هذا الصباح كادت تصف جرعة دواء خاطئة. اضطرت الممرضة المسؤولة لتصحيحك. هذا أمر غير مقبول. يحرقه الخجل. يتبعه بسرعة الدفاع. خطأ واحد في 20 عاما من الممارسة. هو خطأ واحد كثير عندما تكون الحياة على المحك. يكمل الدكتور مالك. سيتم إنهاء عقد الممرضة تايلر ساري المفعول فورا. أقترح أن تأخذ إجازة لمدة أسبوع لمعالجة. وضعك الشخصي لا يمكنك طردها بدون سبب. فترة تجربتها تسمح بإنهاء العمل وفقا لتقدير المستشفى. الأوراق تذكر مشاكل في الأداء وليس عدم اللياقة. تبقى سمعتها المهنية سليمة، وهو مجاملة أكثر مما يستحقه الموقف. الكفاءة السريرية التي يتم بها إزالة إيما من حياته تترك الدكتور الفارسي مصدوما. كل شيء يتفكك بأسرع مما يستطيع استيعابه. هي تستحق أفضل من هذا. يصر. ربما كان يجب أن تفكر في ذلك قبل إشراكها في علاقة انتهكت سياسات المستشفى المتعددة. يتنهد الدكتور مالك. تعبيره يلين قليلا. عدنان، نعرف بعضنا البعض منذ 15 عاما. خذ الأسبوع. أصلح زواجك. دع الفتاة الأمريكية تعود إلى وطنها بكرامتها. هذه هي أفضل نتيجة متاحة لك الآن. عندما يغادر مكتب المدير يتوجه الدكتور الفارسي مباشرة إلى مختبر الطابق السفلي. يحتاج إلى مساحة للتفكير لتخطيط خطوته التالية. بدلا من ذلك يجد إيما هناك بالفعل. وجهها شاحب من الصدمة. لقد طردوني. تقول بمجرد دخوله. ساري المفعول فورا. الأمن قادم لمرافقتي للخارج خلال ساعة. أعرف. تحدثت للتو مع مالك. يتحرك نحوها لكنها تتراجع للخلف. زوجتك تعرف، أليس كذلك؟ هذا ما كانت رسالتك عنه. يومئ. غير قادر على الكذب عليها بعد الآن. لقد وظفت محققا. هناك صور. تغرق إيما على الأريكة الجلدية. ملاذهما المشترك الذي يبدو الآن وكأنه فخ. ماذا سيحدث الآن؟ السؤال يعلق بينهما ثقيل بالتلميحات. تدرب الدكتور الفارسي على هذه المحادثة طوال الليل، مخططا لإنهاء الأمور بنظافة لاتباع إنذار ليلى. ومع ذلك مواجهة إيما الآن تذوب الكلمات المجهزة. لا أعرف. يعترف. كل شيء يحدث بسرعة كبيرة. إنهم يرحلونني عدنان. تأشيرتي مرتبطة بعملي. لدي 72 ساعة لمغادرة البلد. ينكسر صوتها. هل كان يستحق الأمر؟ 3 أشهر من التسلل. والآن هذا يريد أن يخبرها أنها تستحق كل شيء. أنها أيقظت شيئا فيه. اعتقد أنه مات منذ زمن طويل. بدلا من ذلك يقول: أنا آسف. لم أقصد أن يحدث هذا. هذا ليس جوابا. عيناها تبحث في عينيه. ماذا تريد؟ ليس ما هو متوقع منك. ليس ما هو أسهل. ماذا تريد فعلا؟ السؤال ينزع دفاعاته المدربة. ماذا يريد؟ أن يحافظ على منصبه، زواجه، حياته المبنية بعناية، أم أن يتبع هذا الشعور غير المتوقع؟ بغض النظر عن العواقب، قبل أن يتمكن من الإجابة تقف إيما وتتحرك إلى طاولة المختبر حيث تنتشر ملاحظات بحثها. تبدأ في جمعها بشكل آلي. أنا حامل. تقول دون أن تنظر إليه. 8 أسابيع. أكدت ذلك بالأمس. يبدو العالم وكأنه يميل تحت قدميه. لماذا لم تخبريني؟ كنت سأفعل الليلة الماضية. ثم ألغيت. تستدير أخيرا لمواجهته. لم أخطط لهذا. كنت حذرة. كنا حذرين. هل أنت متأكدة أنه لك؟ ضحكتها لا تحمل أي فكاهة. نعم، لم يكن هناك أحد آخر. تتدفق التداعيات عبر عقله. طفل ولد لممرضة أمريكية بالكاد يعرفها خارج هذه اللحظات المسروقة. الفضيحة ستدمر كل شيء. زواجه، سمعته. علاقته بابنه البالغ الذي لا يعرف شيئا عن نزوات والده. لا يمكن لأحد أن يعرف. يقول أخيرا: سأرتب للدعم المالي بالطبع، لكن هذا الحمل لا يمكن أن يستمر.
تحدق إيما فيه كما لو أنها تراه بوضوح للمرة الأولى. تريدني أن أنهي؟ كوني عقلانية إيما. فكري في العواقب. لكلينا. أنا أفكر في العواقب. صوتها يرتعش بالعاطفة. أفكر في مدى سرعة قرارك لمصير طفلنا دون أخذ لحظة للنظر في البدائل. ما البدائل؟ ستكونين في أمريكا. سأكون هنا. أحاول إنقاذ ما تبقى من حياتي. يمكنك أن تأتي معي. تقترح بحافة يائسة في صوتها. البدء من جديد. ممارسة الطب في مكان جديد. تعلق الخيال في الهواء بينهما. مغر. مستحيل. يفكر الدكتور الفارسي في والديه المسنين، ابنه، الآلاف من المرضى الذين يعتمدون على مهاراته. يفكر في هويته المتشابكة بعمق مع مكانته في مجتمع دبي. لا أستطيع فقط المغادرة. يقول أخيرا: هذا هو وطني، مجتمعي، كل ما بنيته هنا، وهذه إجابتك النهائية؟ تساءل إيما، الدموع تتدفق الآن بحرية على وجهها. حياتك المريحة أهم مني، أهم من طفلك؟ ليس الأمر بهذه البساطة. هذه من النوع الذي تستخدمه. تلاحظ النوع الذي قلت أنه يسمح لك بسماع الاختلافات الطفيفة التي تفوت الآخرين. ستكونين طبيبة يوما ما، يقول بهدوء. تستحقين الأدوات الصحيحة. تنظر إليه لحظة ثم تفتح المظروف. بداخله تجد رسالة مكتوبة بخط يده، بالإضافة إلى شيك بمبلغ كبير أكثر مما تكسبه في عام كامل. لا أستطيع قبول هذا، تقول. محاولة إعادة الشيك. من فضلك. يصر. إنه للطفل، لتكاليف الطبية، التعليم. هناك المزيد سيتبع. تضع الشيك على المكتب. أنا لا أريد مالك عدنان، أردتك أنت. تقرأ الرسالة بصمت، وجهها غير معبر وهي تستوعب كلماته. عندما تنتهي تطوي الورقة بعناية وتعيدها إلى المظروف. هل هذا قرارك النهائي؟ تسأل. قبل أن يتمكن من الإجابة يسمعان صوتا مفاجئا، صوت كعب حذاء على الأرضية خارج المختبر. ينظران نحو الباب ليجدا ليلى واقفة هناك ترتدي بذلة أنيقة كما لو كانت ذاهبة إلى اجتماع أعمال. لم تعد إلى المنزل الليلة الماضية. تقول ليلى، صوتها بارد. فاتصلت بالأمن. قالوا أن سيارتك كانت في موقف المستشفى طوال الليل. يتجمد الدكتور الفارسي مذهولا من رؤية عالميه يتصادمان بهذه الطريقة العنيفة. ليلى، يمكنني شرح؟ لا حاجة. تقاطعه، عيناها تتحولان إلى إيما. أعتقد أنك كنت ستغادرين اليوم. هذا مرتب بالفعل، أليس كذلك؟ تقف إيما بكرامة. نعم، رحلتي بعد 3 ساعات. حسنا، إذن آخر لقاء وداعي. تخطو ليلى إلى المختبر، حركاتها متحكم بها. عدنان، سأنتظرك في السيارة. 5 دقائق. تغادر بنفس القدر من السيطرة الذي دخلت به، تاركة صدى خطواتها يتلاشى في الممر. أنا آسف، يقول الدكتور الفارسي. الكلمات تبدو غير كافية بشكل سخيف. لم أقصد أن ينتهي الأمر هكذا، لكنه انتهى، أليس كذلك؟ تقول إيما وتضع السماعة الطبية في حقيبتها. المظروف تتركه على المكتب. خذي المال على الأقل، يرجو. من أجل الطفل. تهز رأسها. إذا قررت الاحتفاظ بالطفل سأعتني به بنفسي. إذا لم أفعل. تتوقف متجنبة الكلمات الصريحة. على أي حال المال لن يصلح الأمر. تقترب منه وتضع يدا على وجهه للحظة سريعة. وداعا عدنان، أتمنى لك السلام أيا كان قرارك. عندما تغادر يشعر وكأن جزءا منه يغادر معها. يبقى في المختبر دقائق أطول مما يجب. يتنفس رائحة عطرها المتلاشية، متشبثا بآخر لحظات الحقيقة قبل العودة إلى حياة من المظاهر. خارج المستشفى تنتظر ليلى في سيارتها الفارهة، نظارات شمسية كبيرة تخفي عينيها. عندما ينزلق إلى المقعد بجانبها لا تنظر إليه. هل انتهى الأمر الآن؟ تساءل، صوتها متحكم به. يومئ، غير قادر على التحدث. حسنا، تشغل المحرك. لدينا استقبال في سفارة فرنسا هذا المساء. البس الحلة الرمادية الداكنة، سيكون هناك مصورون. بينما تنطلق السيارة يشعر الدكتور الفارسي بوزن خياره يستقر عليه. استقر على الأمان، على المألوف. حافظ على صورته ومكانته وحياته المبنية بعناية. اختار بوصلة مجتمعه بدلا من نداء قلبه. في مطار دبي الدولي تنتظر إيما رحلتها.
يد واحدة مستقرة على بطنها في إيماءة واعية للحياة بداخلها، حياة عليها الآن أن تقرر مصيرها بمفردها. تفكر في الرسالة التي قرأتها في المختبر، الاعترافات والاعتذارات والوعود الفارغة. تتساءل إذا كان قد كتب تلك الكلمات لإقناعها أم لإقناع نفسه. في ممشى المستشفى يسير الدكتور الفارسي مرة أخرى، قناع الطبيب المحترم في مكانه، يبتسم للمرضى والزملاء، يراجع المخططات، يدلي بالملاحظات، يؤدي دوره بالإتقان الذي اعتاد عليه. في عالمه الخارجي لا شيء قد تغير، لكن في قلبه يعلم أن كل شيء قد تغير، وهو سيتساءل دائما: ماذا كان سيحدث لو اختار بشكل مختلف؟ لو كان قد اختار الحب بدلا من المنصب، الحرية بدلا من المظاهر، الصدق بدلا من التظاهر. هذا السؤال سيبقى معه مثل ندبة غير مرئية على قلب. جراح يصلح القلوب المكسورة للآخرين، لكنه لم يستطع أن يصلح قلبه هو. تتسرب الدماء عبر بلاط المستشفى النقي بينما يحتضن جراح القلب الأكثر احتراما في دبي جسد عشيقته الأمريكية الهامد. والعقار التجريبي للقلب لا يزال يجري في عروقها، والطفل الذي لم يولد بعد الذي كانت تحمله يموت معها. تقف زوجته في المدخل، تخطو بكعبيها المصممين بدقة عبر برك القرمزي، هامسة: إذا لم أستطع امتلاك قلبك فهي أيضا لن تستطيع. يشرق الفجر على دبي بينما يحدق الدكتور الفارسي عبر نافذة المختبر، مظروفان على مكتبه، واحد لليلى وواحد لإيمة. هاتفه يفيض بالمكالمات الفائتة من زوجته. الرسالة الأخيرة تقرأ ببساطة: غيابك يجيب على سؤالي، لقد اتصلت بمحامينا. تصل إيمة في 7:00 صباحا مرتدية ملابس السفر، جواز السفر في يدها. ما زلت ترتدي ملابس الأمس، تلاحظ. كنت هنا طوال الليل، يعترف. كتبت هذه، يشير إلى المظاريف: اختيار بين مستقبلين. قبل أن يتمكن من الشرح أكثر يفتح باب المختبر. تقف ليلى في المدخل، مظهرها الخارجي المتماسك بالكاد يحتوي غضبها. طلبت من الأمن أن يخبرني أين أجدك، تقول ببرود. أردت أن أرى بنفسي. تتراجع إيمة. يجب أن أذهب. لا، تقول ليلى بحدة. ابقي، أريد أن أنظر إلى المرأة التي اعتقدت أنها تستطيع تدمير 20 عاما من الزواج. هذا ليس خطأها. يتدخل الدكتور الفارسي. لمني أنا. أنا أفعل، تؤكد له ليلى، تماسكها المثالي يتصدع. ألومك على خيانة كل ما بنيناه. تقطع المواجهة بوجود الدكتور مالك عند الباب. القلق واضح على وجهه. أعتقد أنه من الأفضل نقل هذا النقاش إلى موقع أكثر خصوصية. ليس هناك ما يناقش، تقول ليلى. زوجي جعل اختياره واضحا. لا، يعارض الدكتور الفارسي ملتقطا كلا المظروفين. لم أجعل اختياري واضحا بعد، بس إني سأفعل الآن. يأخذ نفسا عميقا. لا أستطيع الاستمرار في عيش كذبة. ليلى، زواجنا مات منذ سنوات. كنا نؤدي أدوارا، لا نتشارك حياة. كيف تجرؤ؟ أخيرا تنهمر الدموع على وجه ليلى، المكياج بعناية. بعد كل ما ضحيت به، إنها حامل، يعلن الدكتور الفارسي فجأة. الكلمات تهبط مثل قنبلة. تتراجع ليلى كما لو ضربت جسديا. يسقط قناع الدكتور مالك المهني، كاشفا عن صدمة حقيقية. لقد دمرت كل شيء حقا، تهمس ليلى. قبل أن يتصاعد الوضع أكثر يندفع عباس حارس الأمن. دكتور، حدث حادث في المبنى الرئيسي، انهيار بناء، ضحايا متعددة. يتحول الدكتور الفارسي فورا إلى الوضع المهني. يجب أن أذهب، سنواصل هذا لاحقا. ليس هناك ما نواصله، تقول ليلى ببرود، بينما يندفع نحو قسم الطوارئ. ينادي فوق كتفه لإيمة: انتظريني، لا تغادري بعد. تمر الساعات في ضبابية من الدماء والأجساد المكسورة. عندما يخرج أخيرا منهكا يكون قد تجاوز الظهر. رحلة إيمة. يتصل بها، لكن يذهب الاتصال مباشرة إلى البريد الصوتي يسابق إلى المطار، واصلا قبل 20 دقيقة من موعد مغادرتها المجدول. رغم توسلاته لا يستطيع موظفو شركة الطيران مساعدته في الوصول إليها. يشاهد بعجز حالة رحلتها وهي تتغير من قيد الصعود إلى غادرت. مهزوما يعود إلى مختبر الطابق السفلي بالمستشفى ليجده مخيفا في هدوئه. المظروف الموجه لإيمة
الذي يحتوي على قراره باختيارها، يجلس على مكتبه، يسخر منه. يدخل عباس مع عربة صيانة. آسف دكتور، من المفترض أن أفرغ هذه الغرفة اليوم. أوامر الدكتور مالك. بعد مغادرة الحارس، يجد الدكتور الفارسي بطاقة هوية إيما في درج مكتبه. بينما يتتبع صورتها بإصبعه، يفتح باب المختبر. تقف ليلى هناك، تعبيرها هادئ بشكل غير طبيعي. إذن هنا حدث الأمر. تقول بهدوء: حيث دمرت زواجنا ليلى، لم أكن أتوقعك. دمرت زواجنا ليلى، لم أكن أتوقعك. هي لم تغادر. تناقضه ليلى عندما يذكر رحلة إيما. لقد فاتتها. جاءت لرؤيتي. تدق أجراس الإنذار في ذهنه. أين إيما الآن؟ بدلا من الإجابة، تخرج ليلى قارورة صغيرة من حقيبتها. أحد أدويتك التجريبية للقلب، ذلك الذي يوقف القلب تقريبا على الفور، يغمره الرعب. ماذا فعلت؟ ما أجبرتني على فعله؟ ترد وتماسكها ينهار. إنها هنا في المستشفى. يركض الدكتور الفارسي إلى غرفة التخزين التي تشير إليها ليلى. بالداخل يجد إيما فاقدة للوعي خلف معدات قديمة. يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي بينما يتصل عباس طالبا المساعدة. يصل فريق الإنعاش يعملون بيأس لإعادة تشغيل قلب إيما. رغم جهودهم لا تظهر الشاشة أي نشاط. أعلن الوفاة. يقول طبيب الطوارئ أخيرا: وقت الوفاة الساعة 3:47 مساء. بينما يقترب ضباط الأمن والشرطة عبر الممر، يفهم الدكتور الفارسي أن هذه مجرد البداية. الواجهة المثالية لحياته لم تتصدع فقط، لقد تحطمت تماما. دكتور الفارسي، نحتاج أن تأتي معنا. لدينا بعض الأسئلة حول ما حدث هنا اليوم. يقف مستشفى الشفاء الدولي في ضوء الصباح. واجهته اللامعة لم تتغير رغم المأساة داخل جدرانه. مرت 6 أشهر منذ ذلك. اليوم المشؤوم في مختبر الطابق السفلي. يجلس الدكتور الفارسي وحيدا في غرفة زيارات قاحلة في منشأة دبي المركزية للاحتجاز. مظهره الذي كان مثاليا سابقا قد تدهور. شعره يشيب بسرعة، وجهه نحيل من أشهر الحبس. يرتدي ملابس السجن القياسية. القماش الأزرق تناقض صارخ مع المعطف الأبيض الذي كان يعرفه سابقا. يفتح الباب. يدخل الدكتور مالك. يبدو غير مرتاح في هذه البيئة. المجلس اتخذ قراره النهائي. يعلن دون مقدمات: تم إلغاء رخصتك الطبية بشكل دائم. يومئ الدكتور الفارسي متقبلا حكم الإعدام المهني هذا دون مفاجأة. وليلى؟ يسأل بهدوء. ما زالت في المنشأة النفسية. نفوذ عائلتها ضمن أن تعلن مجنونة مؤقتا خلال. يتردد الدكتور مالك. الحادث، القتل، يصححه الدكتور الفارسي. سمه بما كان. ينظر الدكتور مالك بعيدا. السجل الرسمي يشير إلى حدث قلبي مجهول المصدر. تحليل السموم كان غير حاسم. بالطبع كان كذلك. في دبي العائلات القوية مثل عائلة ليلى لا تواجه عواقب. هم يخلقون الروايات، يعيدون كتابة الواقع. والدا إيما ما زالا يطالبان بتحقيق دولي. يواصل الدكتور مالك. السفارة الأمريكية متورطة الآن. يستحقون إجابات. يقول الدكتور الفارسي. ابنتهم جاءت إلى دبي لتطوير حياتها المهنية. بدلا من ذلك انجذبت إلى أنانيتي. هي وطفلها دفعا الثمن النهائي. محاكمتك تبدأ الشهر المقبل. عرقلة العدالة. تدمير الأدلة. تتصدع واجهة الدكتور مالك المهنية قليلا. لماذا فعلتها عدنان؟ لماذا دمرت لقطات كاميرات المراقبة؟ يحدق الدكتور الفارسي في زميله السابق. لأن بعض الحقائق لا تفيد أحدا. إيما رحلت. لا شيء يعيدها. لكنني ما زلت أستطيع حماية شخص ما. زوجتك. بعدما فعلته. ابني. يصحح. هو لا يحتاج أن يشاهد انحدار والدته إلى العنف. الأدلة اختفت. دعه يعتقد أنها كانت حادثة مأساوية. يضع الدكتور مالك طردا صغيرا على الطاولة. هذا وصل لك من كنتاكي. بعد مغادرته يفتح الدكتور الفارسي الطرد بيدين مرتجفتين. بالداخل مربع لحاف مصنوع يدويا ومذكرة من والدة إيما. في تقليدنا نصنع ألحفة تذكارية. كل مربع يمثل حياة. اعتقدت أنه يجب أن تحصل على هذه القطعة منها. يتتبع أنماط القماش. ألوان زرقاء وخضراء. المفضلة لدى إيما. وأخيرا يسمح لنفسه بالبكاء على كل ما فقد. مهنته، حريته، مستقبله.
وأكثر من ذلك على إيما وطفلهما الذي لم يولد ضحايا تردده وغضب ليلى اليائس. في تلك الأمسية في زنزانته يكتب الدكتور الفارسي في المذكرات التي احتفظ بها طوال فترة سجنه، يقرأ الإدخال الأخير: كنت جراحا يؤمن بالدقة، بالسيطرة، بقوة الشفاء بأيد ماهرة. يسلنا أفهم أن أخطر القطوع هي تلك التي نصنعها في حياة الآخرين. بعض الجروح لا يمكن أبدا إصلاحها، بعض القلوب بمجرد توقفها لا تنبض مرة أخرى. يضع مربع اللحاف بين صفحات المذكرات ويغلق عينيه، مطاردا بذكريات مختبر الطابق السفلي حيث تفككت 3 حيوات إلى مأساة. إنه بهذه البساطة تقاطع. أنت تختار ما هو سهل على ما هو صحيح. اعتقدت أنك مختلف، اعتقدت أن ما كان بيننا كان حقيقيا يصر، لكن الواقع له عواقب لا يمكننا تجاهلها. تجمع آخر متعلقاتها، حركاتها متشنجة بعاطفة مكبوتة. سأغادر بعد غد، إذا غيرت رأيك تعرف كيف تتواصل معي. بعد ذهابها يجلس الدكتور الفارسي وحيدا في مختبر الطابق السفلي، محاطا بأدلة وقتهما معا: أكواب قهوة عليها آثار أحمر شفاه، ملاحظات بحثية بخط يدها، وشاح منسي لا يزال يحمل رائحتها. يجب أن يشعر بالارتياح لأنها تغادر، لأن الأزمة الفورية قد تمر. بدلا من ذلك يشعر فقط بفراغ مجوف. تلك الليلة يعود إلى المنزل ليجد ليلى ومحاميهم في انتظاره. اتفاقية ما قبل الزواج التي وقعوها قبل 20 عاما منتشرة على طاولة الطعام، إلى جانب وثيقة جديدة تحدد شروطا منقحة لاستمرار زواجهم. عقوبات مالية لأي نزوات مستقبلية. يشرح المحامي بشكل سريري: إعادة هيكلة توزيع الأصول. تحقق منتظم من الوفاء. يتصفح الدكتور الفارسي الوثيقة: كل بند تعزيز لقفصه. هذا مهين، أقل إهانة من الطلاق، ترد ليلى. هذا يحمينا كلينا من الفضيحة العامة. يوقع الأوراق آليا، كل توقيع حلقة أخرى في السلسلة التي تربطه بالحياة التي اختارها. بعد ذلك تصرف ليلى المحامي وتصب كأسين من الويسكي. هل انتهى الأمر؟ تساءل وهي تناوله كأسا. مع الأمريكية؟ إنها تغادر البلد، يؤكد، متجنبا إجابة مباشرة. جيد. ترتشف ليلى مشروبها. سنتجاوز هذا كما تجاوزنا كل شيء. في غضون 6 أشهر سيكون الأمر كما لو أنها لم توجد أبدا. لكن بينما يستلقي مستيقظا تلك الليلة في جناح الضيوف الذي سيكون منزله، حتى تعتبره ليلى جديرا بالعودة، يعلم الدكتور الفارسي أنه ليس صحيحا. شيء أساسي تحول داخله. الواجهة المثالية تصدعت، كاشفة عن الفراغ خلفها. في اليوم التالي يؤدي الجراحات بشكل آلي. دقته الخارجية تخفي اضطرابه الداخلي. بين الإجراءات يتفقد هاتفه بشكل قهري، رغم أنه لا يعرف أي رسالة يأمل فيها. لا تتواصل إيما معه. تبدو وحدة القلب جوفاء بدون وجودها. تتجنب الممرضات ذكر اسمها، كما لو أنها محيت من ذاكرة المستشفى الجماعية. في تلك الأمسية يجد نفسه يقود إلى مبنى شقتها، ناطحة سحاب متواضعة شائعة بين المغتربين الغربيين. يجلس في سيارته لما يقرب من ساعة، يناقش ما إذا كان سيصعد، ماذا سيقول إذا فعل. أخيرا يقود بعيدا دون اتخاذ قرار. في المستشفى يتراجع إلى مختبر الطابق السفلي. تبدو المساحة مسكونة الآن، مليئة بذكريات المحادثات واللمسات والوعود التي كانت تعني أشياء مختلفة لكل منهما. يبدأ في إزالة أدلة وقتهما معا، معبئا ملاحظات البحث في صناديق، متخلصا من الأغراض الشخصية التي تركتها وراءها. خلف خزانة يجد دفتر ملاحظات لا يتعرف عليه. فتحه يكشف عن مذكرات إيما الخاصة، صفحات من الأفكار والرسومات والملاحظات حول حياتها في دبي. عنه يجب أن يغلقه، يحترم خصوصيتها حتى الآن. بدلا من ذلك يقرأ، جائعا للبصيرة في عقلها. الإدخالات المبكرة تفور بالحماس للعمل معه، للتعلم من جراح كانت تعجب به. صفحات لاحقة تصف تواصلهما المتنامي، مشاعرها المتضاربة حول علاقتهما. الإدخال الأخير المؤرخ قبل 3 أيام فقط يحمل كلمات توقف أنفاسه: أنا أحبه. الله يساعدني، أعرف أنه خطأ، لكنني أحبه، وأعتقد أنه قد يحبني أيضا لو كان شجاعا بما يكفي للاعتراف بذلك.
يغلق الدكتور الفارسي المذكرة، يداه ترتجفان. الحب كلمة بسيطة جدا لعاطفة معقدة جدا. هل هذا ما يشعر به تجاه إيما؟ ليس مجرد رغبة أو افتتان، بل حب فعلي. يهتز هاتفه برسالة من ليلى: عشاء المؤسسة يبدأ خلال ساعة، لا تتأخر. التناقض بين العاطفة الخام في مذكرات إيما والعملية الباردة في تذكير زوجته يبلور شيئا داخله. يكتب ردا لليلى: حدث شيء في المستشفى، جراحة طارئة. ثم يتصل بإيما. عندما ترد صوتها حذر: نحتاج إلى التحدث. يقول: ليس عبر الهاتف. هل يمكنني القدوم إلى شقتك؟ أنا أحزم. ترد: رحلتي تغادر صباح غد، من فضلك. ساعة واحدة، هذا كل ما أطلبه. بعد توقف طويل تعطيه رقم شقتها. ساعة واحدة، ثم أحتاج إلى إنهاء الاستعداد للمغادرة. يقود بسرعة كبيرة عبر حركة المرور المسائية في دبي، متدربا على ما سيقوله، كيف سيشرح الاضطراب بداخله. عندما تفتح بابها رؤيتها عيناها محمرتان من البكاء، شعرها مسحوب للخلف بإهمال تجعل كلماته المعدة بعناية تتبخر. وجدت مذكراتك، يقول بدلا من ذلك مقدما الدفتر، في المختبر. لم يكن يجب أن أقرأها، لكنني فعلت. تأخذها، تعبيرها غير مقروء. وماذا؟ وأعتقد أنني قد أحبك أيضا. يعترف، والكلمات تبدو غريبة في فمه. لا أعرف ماذا يعني ذلك أو ماذا سيحدث بعد ذلك، لكنني أردت أن تعرفي قبل مغادرتك. تتراجع إيما، تسمح له بدخول شقة مفككة بالفعل نصفيا، متعلقات مرتبة في حقائب وصناديق شحن. الحب ليس كافيا عدنان، تقول بهدوء. ليس بدون عمل، بدون شجاعة. ما الذي تقدمه لي فعليا؟ المزيد من الاجتماعات السرية، دعم مالي من مسافة بعيدة. ماذا؟ ليس لديه إجابة. واقع أوضاعهما: ممرضة أمريكية حامل، طبيب إماراتي متزوج، لا يسمح بحل بسيط. لا أعرف. يعترف: أعرف فقط أنني لا أستطيع تركك تغادرين معتقدة أن ما كان بيننا لم يكن حقيقيا. كان حقيقيا. تقر. يدها تتحرك لا إراديا إلى بطنها، لكن الواقع ليس كافيا. بينما يقفان في شقتها نصف الفارغة، تعلق الطبيعة المستحيلة لوضعهما بينهما. أي خيار يتخذانه؟ شخص ما سيتألم. أي مسار يختارانه؟ شيء ثمين يفقد. تعالي إلى مختبر الطابق السفلي غدا قبل رحلتك. يقول أخيرا: 7:00 صباحا. أريد أن أعطيك شيئا، وداع لائق على الأقل. لا أعرف إذا كانت هذه فكرة جيدة. تتردد إيما: من فضلك. مرة أخيرة في المكان حيث كنا صادقين مع بعضنا البعض. بعد لحظة طويلة تومئ: حسنا، 7:00 صباحا، ولكن بعد ذلك سأذهب إلى المطار وسنمضي كلانا في حياتنا. يغادر بثقل القرارات غير المحلولة تضغط عليه. بينما يقود باتجاه نخلة جميرة، يهتز هاتفه بشكل متكرر. ليلى تتساءل أين هو؟ لماذا فاته عشاء المؤسسة؟ يتجاهل المكالمات، متجها بدلا من ذلك نحو المستشفى. مختبر الطابق السفلي يرحب به بصمت مألوف. هذه الغرفة شهدت ذاته الأكثر أصالة، سواء في روعة عمله أو عمق خداعه. غدا سيلتقي بإيما هنا للمرة الأخيرة. بحلول ذلك الوقت يجب أن يقرر ما هو مستعد للتضحية به وما لا يستطيع العيش بدونه. يجلس على مكتبه، يخرج قطعة من الورق ويبدأ بكتابة رسالتين، واحدة لليلى وواحدة لإيما. كل منهما تمثل مستقبلا محتملا، بابا يفتح بينما يغلق آخر. بحلول الفجر يجب أن يختار أي رسالة سيسلم، أي مسار سيتخذ. أعظم جراحة في حياته ستكون استئصال قلبه من الحياة التي تقيده، أو قطع حلم الحرية من أجل أمان المعروف. خارج نافذة المختبر تتلألأ دبي بالسطوع الاصطناعي الذي لا يبدد أبدا تماما الظلام عند حوافها. في مكان ما في تلك المدينة المترامية، امرأتان تنتظران قراره. بحلول الصباح سينكسر قلب شخص ما، بما في ذلك ربما قلبه هو. مع اقتراب الفجر يصل الدكتور الفارسي إلى قرار. يضع الرسالتين في مظروفين منفصلين، ويختم أحدهما بعناية، الآخر يمزقه إلى قطع صغيرة ويلقيها في سلة المهملات. خياره قد اتخذ، وعليه الآن أن يعيش مع عواقبه.
يخرج من مختبر الطابق السفلي ويذهب إلى دورة المياه القريبة، يغسل وجهه المرهق بالماء البارد. في المرآة يرى رجلا لم يعد يتعرف عليه. كيف وصل إلى هنا؟ كيف سمح لنفسه بالمخاطرة بكل ما بناه من أجل لحظات قصيرة من السعادة؟ عندما يعود إلى المختبر يبدأ في إعداد المكان لزيارة إيما الأخيرة. يرتب الأوراق، ينظف الأسطح، يخلق نوعا من النظام وسط فوضى حياته المتداعية. على مكتبه يضع المظروف المختوم، بالإضافة إلى علبة صغيرة ملفوفة بورق هدايا بسيط. مع اقتراب الساعة 7 تنتشر أولى إشارات الحياة في المستشفى. طاقم نوبة الليل يستعد للمغادرة، طاقم الصباح يبدأ في الوصول. بعيدا في الطوابق العلوية تبدأ ماكينة الرعاية الصحية اليومية في الدوران. لكن هنا في الأسفل في معقله المعزول ينتظر الدكتور الفارسي بصبر نفاذا تصل إيما في 7 تماما. ترتدي ملابس سفر بسيطة، جينز وبلوزة وسترة خفيفة. حقيبة يدها الكبيرة تشير إلى أنها ستذهب مباشرة إلى المطار بعد هذا اللقاء. تبدو مرهقة لكن مصممة، كأنها اتخذت قراراتها الخاصة خلال الليل. صباح الخير، تقول، صوتها هادئ لكن ثابت. تبقى قرب الباب حذرة من الاقتراب كثيرا. شكرا لمجيئك، يرد، ممتنا للنبرة المهنية في صوته رغم الاضطراب بداخله. قلت أنك تريد إعطائي شيئا؟ تساءل، تذكره بالسبب المعلن لهذا اللقاء. يومئ، ملتقطا الهدية الصغيرة والمظروف. أردت أن أعطيك هذا. تأخذهما بتردد. تفتح العلبة أولا، تكشف عن سماعة طبية ليست باهظة الثمن لكنها من أعلى المستويات. تعرف إيما على الفور قيمتها الحقيقية.